انجام ماجبير روشتي ذاك المساعدة داخل شو دي سهلة وسهلة بدها كانوا مستزيدين. شو أرمانجا ماجبير بانيلين سوبر كورونا ما في جن بدستورة سوريا ده وكان زانينها أن تواجه أن تكرسون درباز دبن شقاسي أم تقارب الوقت جن ما في خوا وهبونا خوا د سازیه حکومت تمکیده جهته دا بدرن شخصی امکانی بین کدا جنه یا بو دبا سال شورشی دا سال شرد دا بازبوی امکانی بین بارسناوی بکن جبروه وقت قابل که کمی بو جمع وقت کتیا پارزران و پارزر جن ین کرد دست بده پانیلی کرد و آمانجا بشاورجی بکاری مصر آسا سوریه جی بانيلك برفرهتر بيت بينن أم قريبا بهذا بجهن وقت بشنيانا توصيات مذكرات قانوني أم دركبن بقارب بشكشي جهل برسيان بكن بقشتم خاص أقدبجن وجالا زنجي ديسا سرچابا وسرسرامناتنا از تسفيد ديسا ساعة وأستاذ شكري أشكر بابتا أولي جمار شيروفكا كانوا أستاذ شكري وانتقازم راسية يمكن وي أصطاقوا مقاربا صبب الشامية الأدخية الحمصي أنا باج بعد شيء يمكن أم بلد أساسا باتصال كذا محامياتي في شامي ورا ومبارك أنا نوع كيج اتفاقية فجبولوا أزيد ماني عربي شو بكم 100 أهلا وسهلا فيكم جميعا أنا محامية شكري يوسف من القامشلي بتشرف فيكم طبعا جميعا نحن اليوم يعني نوعا ما عم نحاول نقدر بخطوات نمشي باتجاه الدستور يكون فيه حقوق المرأة. هلا انا المحور اللي عندي هو الدساتير السورية المتعاقبة. الدساتير السورية المتعاقبة رح نعرف فيها المرأة الحقوق اللي كان لها وكانت تتمتع فيها من اول دستور بسوريا للاعلان الدستوري. مرات كثير بس نشوف مسلسل تلفزيوني بتلاقيه بيطلع لنا الحلقه الاخيره وبعدين بيجي من الحلقه الثانيه بيجي من اول حلقه، فرح نبلش في الاعلان الدستوري مشان نعرف نحن يكون في عندنا هيك حاطينه على جنب ويكون عندنا في هيك نوع من المقارنه من الدساتير 1920 لليوم 2026 شو اللي عم يصير بالدستور، شو اللي طلع عجب، شو اللي نزل، شو اللي راح، شو اللي اجى، عجب، ضل شيء من حقوق المراه بالاعلان الدستوري، والله نحن عم نرجع لخطوات لورا. فرح نبلش بالاعلان الدستوري وبعدين نبلش من اول دستور رئاسي. هلا الاعلان الدستوري يلي اجت كلياتنا بنعرف طبعا كلياتنا بنقولوا الاعلان الدستوري اجى من رئيس الجمهوريه طبعا بعد بعد والله ما بعرف اقول سقوط ولا هروب ولا شو الاسم اللي نسميها. المهم ب 2025 اجى الاعلان الدستوري. اول ماده اللي بتمس المراه بشكل مباشر هو كان عندنا الماده 10. شو بتقول؟ بتقول المواطنون متساوون امام القانون في الحقوق والواجبات من دون تمييز بينهم في العرق، الدين، الجنس، النسب. يعني بمعنى انه نحن المواطنين نساء ورجال، حتى اذا ما ذكر هو مقصود فيه نساء ورجال نحن متساوون قدام القانون. بشو؟ بالحقوق والواجبات. نقطة انتهى. متساوون نحن. حلو الحكي، ممتاز الحكي هذا. هلا بدنا نعمل بقى المقارنات. يعني المادة 21 شو بتقول؟ بتقول تحفظ الدولة المكانة الاجتماعية للمرأة وتصون كرامتها ودورها في الأسرة والمجتمع وتكفل حقها في التعليم والعمل. هي المادة مقسمة لقسمين. كأنه المادة هي قسمين، قسم للداخل وقسم للخارج طبعا، لأن هذا قسم منه. القسم الثاني اللي شو بيقول تكفل الدولة الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمرأة وتحميها من جميع أشكال القهر والظلم والعنف. تمام؟ يعني بمعنى هالمادة هذه الدولة هي اللي بتحمي النساء بحقوقها الاقتصادية السياسية. طيب ما شوف ما الدولة حاطط الفصل الأول إنه هي بتحميها وتكفل حقها بالتعليم والعمل. عجب هي الدولة بس هل هي البندين هي رح تكفله ولا الحقوق السياسية والاجتماعية بالبند الثاني؟ الشيء اللي نحن بنشوفه حاليا بأرض الواقع، يعني السؤال اللي نسأله لحالنا وقت نحن نشوف الدولة وينها بمحافظة طالع قرار مثلا بمنع المكياج
بخصوصيات يعني والمكان الاجتماعي والشيء هذا. محافظ او اي هيئه او اي دائره تلاقيها اليوم بموضوع الخلاف عن النقاب والحجاب والبنطلون والثياب النسائيه. فالمكانه الاجتماعيه اللي الدوله عم تحفظها هلا هذا الاعلان الدستوري. نحن رح نبلش بسرد الدساتير السوريه، رح نبلش من طبعا اول دستور بسوريا وننطلق. انا كشخص ما برايي، وطبعا مع احترامي لاي شخص يعني من كل ما بنقول من المكونات الموجوده، يمكن احلى شيء نبلش فيه هو دستور رب العالمين. هذا احلى شيء نبلش فيه، دستور رب العالمين هذا يلي عطى المساواه الكامله نحن باعتقادنا. طيب رب العالمين بيقول بالايه الحجرات 13 في كتابه العزيز، بيقول يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. يعني اللي بيميز الذكر عن الانثى هو فقط العمل. بالايه الثانيه شو بيقول؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بمعنى انه الولايه للمراه مثل ما هي للرجل بالمعرفه فقط. رح نبلش الدساتير. في عندنا اول دستور بسوريا كان عام 1876، كان بزمن العثمانيين، كان اسمه الدستور الاساسي للدوله العثمانيه. طبعا هذا الدستور اللي كان وقتها مع الاسف احنا حاليا ما عاد ينقال له الاحتلال العثماني، بس احنا رح نستعمل الاحتلال العثماني لانه نحن انضرينا فيه كثير. فهذا الدستور كان عام 1876 بوقت الاحتلال العثماني. بعد منه عام 1920 اجى بسوريا دستور كان باسم القانون الاساسي للمملكه السوريه العربيه. تصوروا عام 1920 كان بسوريا دستور كامل فيه حقوق وفيه واجبات. دستور عام 1920 للمملكه السوريه منح المراه حق الانتخاب، ما تفعل نتيجه ظروف دينيه، بس يعني اعطى المراه حق الانتخاب. وكان فيه مواد بتنص على المساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات. يعني نفس الكلمة، طبعا هي الكلمة رح تترادف معنا كثير وتتذكروها، وكلمة المساواة وقت ما تيجي بالدساتير والمواطنين يعني بيقصدوا فيها الرجل والمرأة. فبدستور 1920 كان في عندنا مادة فيها بتقول مساواة السوريين أمام القانون في الحقوق والواجبات. اجى عندنا بعدين دستور عام 1928 هو الدستور اللي كان كلكم تتذكروا تحت الانتداب الفرنسي. طبعا اختلاف التعابير اللي بيقول احتلال او الاستعمار فنحن نقوله انتداب فرنسي. عام 1928 وقت ما كان سوريا تحت الانتداب الفرنسي كان في عندنا دستور كان اسمه الدستور اسمه سوريا جمهورية نيابية. تصوروا عام 1920 كانت سوريا جمهورية نيابية، يعني السلطة للشعب. عام 1928 عام 1928 كان الدستور السوري السوريون لدى القانون سواء وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية. نحن عم نحكي عن 28 السوريون متساوون بالتمتع بالحقوق بالواجبات المدنية والسياسية وفيما عليهم من واجبات وتكاليف، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الدين، المذهب أو الأصل. دستور عام 1928 يعني انا استغربت انه الاقي فيه بيقول حريه الاعتقاد مطلقه، نقدر نحسبها نحن دخله نوعيه. دخله نوعيه بشو؟ طبعا رح نعتبرها بالشرق الاوسط او بالدول العربيه او بالدول والانتخاب للنساء. يعني نحن اليوم ب 2026 عم نمشي خطوات. كان اسمه دستور الجمعيه التاسيسيه، اجى بعد طبعا انتخابات 1990 ماده 7 المواطنون متساوون امام القانون في الواجبات والحقوق وفي الكرامه والمنزله الاجتماعيه. يعني بمعنى ان الرجال والنساء متساوون امام القانون. الناخبون والناخبات هم السوريون والسوريات الذين اتموا 18 سنه ومسجلين في الاحوال الشخصيه. حق المراه في الترشيح والانتخاب المجالس والسلطات التشريعيه مكفوله بالدستور بموجب حقوق المواطنين، حقوق المواطنين محميه في الحقوق السياسيه. شيء اسمه قرار دائم او امر دائم لوزير الداخليه. هذا الامر شو بيقول؟ بيقول لا يحق للزوجه السفر دون موافقه زوجها. يعني هو مناقضه تامه طبعا لمواد الدستور، والاعلان الدستوري بياخذ منه مواد كثير وبيرجع له. الماده الثالثه منه شو بتقول؟ بتقول دين رئيس الدوله الاسلام. بتقول الفقه الاسلامي هو مصدر الرئيسي للشريعه. مع تحترم الدولة جميع الأديان وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن
على لا يخل ذلك بالنظام العام. طبعا هي الماده تتعارض مع الماده اللي بالدستور بتكون مصدر الشريعه والفقه الاسلامي. طيب انا مصدر الشريعه هو الفقه الاسلامي بالتشريع. طيب كيف انا عندي مصدر الشريعه مصدر التشريع هو الفقه الاسلامي وعندي الغايه من المصلحه العامه للمواطنين، معناته نحن ما وصلنا للمساواه. يعني خلصنا يجي وصلنا للاعلان الدستوري، يعني قلنا خليه ببالنا لانه الاعلان الدستوري هو اللي بيمسنا. يعني مرات بفكر ببالي بقول استاذ الوالد بعرفها يقول صار فينا نحن نساء مثل اهل انطون، يقول عند الجلي فيقوا انطون وعند توزيع الغناء خلوا انطون نايم، فنحن نساء بدل ما نحن خطوات لقدام فنحن عم نمشي لورا. اذا بدنا نعدد الحقوق والواجبات بنشوف كلها تنص حول التعليم، الصحه، الانتخاب، الترشيح. هي الحقوق اللي منحها الدستور. ما تطرق لموضوع الجنسيه نهائيا. طبعا من اهم القضايا التي يجب ان تنطلق للدستور القادم في سوريا هي موضوع منح الجنسيه للزوجه السوريه عندما تتزوج من شخص اجنبي. طبعا موضوع الجنسيه ترتبط بالهويه والانتماء والاستقرار. للاسف اذا الزوجه اخذت تزوجت واحد اجنبي القانون ما يمنحها الجنسيه. صالات باركو ابنيش ميدان بدنا تكوشينا كيما يجنا ليه جوابو انا هذا عليه آلية دستورة بودن خصي شوانا هاتي تسهم بإبعاد النساء بالدرجة الأولى من الحالة السياسية ومن الحالة المدنية بشكل عام. في ظل هذا الوضع ما الذي نتوقعه من الحكومة الانتقالية بليبيا؟ من خلال السرد التاريخي للدساتير اللي سردته الأستاذ الشفية نلاحظ أنه في تراجع من ناحية حقوق النساء وحقوق النساء بشكل عام في الدساتير السورية المتعاقبة. إذا أمامنا نضال نسائي طويل مع النساء السوريات. النساء السوريات لهم تاريخ عريق بالنضال، يعني عشرات الجمعيات النسائية والمجلات النسائية التي ناضلت وما تزال. نحن هون بهاي المنطقة بعد المكتسبات اللي حققتها النساء سواء تم تطبيقها بشكل فعلي أو كان هناك عدم وجود آلية مناسبة للتطبيق، هناك يعني هاي مكتسبات وإنجازات كبيرة. ليه استخدام بيجن الدستور السوري كيف تجي يعني مصطلحات اللغات المتقارنين مصطلحات اللي في الفاضل المساواة، حقوق عامة، حقوق الإنسان، يعني بلكي بصير خلاص ممكن مادا سياسة مادا إسرائيل بصير مادا هنا في الدستور السوري كيف هو بحثها ما في جمال كده بلكي راست إعلام دستوري تبغوا بلكي شو الموضوع بلكي كيمو بلكي تبغوا بصير خالي خده هو مثلا يحفظ المكان الاجتماعي مثلا المصطلحات مختارة بعناية لتحديد حجم المرأة ضمن المجتمع وإظهار مستقبل المرأة بشكل محدود، يعني رسم مستقبل المرأة بلكي واضح بالإعلام السوري بضمان مصطلحاتي يحفظ المكان الاجتماعي للمرأة مثلا. فالفردن جرك انتي تشخصي امبقالية لجمع نقاط القوة ونقاط ضعف. نقاط القوة بجربها مثلا كان كل قضية المرأة ليست قضية مكون واحد، قضية عابرة. فنوايا قوة نقاط قوة جرب مثلا شنو؟ أم جرك سبب بحاجة إلى بناء تحالفات عابرة للمناطق، عابرة للمكونات على مستوى سوريا لتثبيت وضمان هذه الحقوق، لأنه كل الحقوق اللي حتى لو موجودة وحتى يعني ذكرت أو حجمت المرأة ورسمت المستقبل المحدود للمرأة في الفترة القادمة، لكنها منسوبة بالمادة 23 اللي هي حالة الطوارئ اللي كنا كمان نعاني منها. ذلك إلى قضية ترتبط
بجوهر العدالة الإنسانية والدستورية، وبمكانة المرأة في المجتمع والدولة والقانون. فنحن كنساء سوريات كرد أو عرب لم نكن يوما على هامش الحياة العامة، بل كنا حاضرات في ميادين العلم والقضاء والمحاماة والتعليم والعمل الإنساني والاجتماعي، حيث أثبتت المرأة في سوريا عبر السنوات قدرتها على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في بناء المجتمع. القابلة للتنفيذ القضائي. إن الجدل حول حقوق المرأة يجب ألا يدار بمنطق الصراع الثقافي بل بمنطق الدولة القانون التي تحمي الجميع دون استثناء. الجميع يعرف حقوق المرأة، ولكن للأسف لما نزع هذه الحقوق هنا ننوه إلى انتزاع حق الأم السورية في منح جنسيتها لأطفالها وترك الأمر لقانون الجنسية الذي يكرس التمييز. إنه عندنا كوتا درجة دولية، ما في سياسة درجة دولية، يعني المناصب القيادية، تغيير القوانين التمييزية التمييزية عن الأحوال الشخصية في الرواية الفقه الإسلامي، يعني إنه معراج نهر. وتشتي عجيماي أمان وهرتنا وفرست مدري جبار كده جن شاوا رولا بتشوف قدام داعش قدام أبو أمهاتن ونهاتن شاوا رولا جنيه شيبو سركشاوي بجدربوناوي تبلیغونا وید مدیر کار ده برگو باور بکن چه جباتا کو مرو لبیوانا مسئله بره لی بنه او جبات او جاره يعني يكمين مرو رزقارتنا جنيت او جباتا کو جن دید رزقار جن خود عارف رزقار دما قوامولت بيجين امزانين هلوشاندنا اي جبات يجي مال خرابونا مال باطل وقت الأسرة كلها جبات كيدت هلوشة أو جبات جي بيت هلوشة. ويهبو مرحلة هذه جرينجا نهار بروتيج ياندكن أن بكفتين بنها شيء من دورتا حكومة دمكي ورقبيري خسر قولي قوام لبينين يعني هنجي صاربونا جن دوري جيهبو جن بي معني به جبركو مرحلة قوام تقدر باسكو جارده سالاده مرحلة كده هذه هم بابو مرحلة كي برمزكو هم خلاص كرين وقت جن شوا كاربه رولا خدنا واجواكي بده لباجوكي كو بيت شورش سوري ده اگر نبي يعني نبي شورش اما شورش في سوري بدارو وبيت شورش سوري ده باكل الرجلان السوري فدي هاي اللي كي مازن حمو واتيا بيبا شورش ده شورش يعني بين جار النقاش كن بيت تجربة وواجهة بسالة دهاتي جيان كرن شورشة حمو واتاي كيدي شورش كل بدها جيان كرن نت سوري شورش سوري حمنها تجيان كرن شورشة عصبين بدها تجيان كرن بلكي قالت ما بباجوا البلدية خسري هاتي جيان كرن نعجبنيش بلكي كين كوريوي جزهد كتت هناك كانت الشكويش ليه بلي تعلمت مجارج ميدايس خاصم عليك باش نتسابق شورشي تعلمت مجارج نجبركو رجال جنة ما في جنة ما في تركي جن ما في باراستمي نا حموما الوكل ما في هبون يجو هبون بردوان بي يك جوان ما في هاد سرقة ما في باراستمي ما في باراستمي جي بهبيا دولة تانية بيشتغل نابي سيستم. كل مظل سوري هذا اللي دار خصن جميع رولا خواج وابهتنا بلكي رولا يعني نصيبي خوي حالي مظل جنيفا هر وهر جاب البيكرنا جبوش بر كرني ج وندا كرنا جبوار بحمي هلا تعداري خوار ليه تشتي باركيش نوبيدر كي جن لسر او رولا قرباني بوجدها داي جبوه وتحمل قانونا وهذا الدستورة انتقالي بوجه ورولا قرباني وباراستنا ويناج وتعدايات برد حصر بكن برد هاد تجاوز كرن رولا جنيه هاد بهركن جن ما قرباني جن لبيشيا خدا خود هاراس نتاني خود هاراس
مالباتا خو باراست جواكا خو باراست حتى ديا استا بوغي رولاوي ده جهه بياري ده جهه خو قرد او رولايا نها عند بينن تقيسي بخوازن شبابي بكن واستاوي داخلا ليه ام بخوازن تاكيد بكن بوغي فقرا بباش دي كرك نبب ونابجي